اهلا بيكم وحلقه جديده في ملعب القهوه. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نحلل. بصراحه انا اول ما شفت خبر استمرار معتمد جمال مع الزمالك قلت خلاص دي حلقه لازم تتعمل. مش علشان معتمد جمال كمل، لا، علشان الراجل داخل على واحد من اصعب المواسم اللي اي مدرب ممكن يشتغلها. ازمه قيد ورحيل اهم مدافع في الفريق حسام عبد المجيد، وفي نفس الوقت مطلوب منه ينافس على الدوري ويلعب دوري ابطال افريقيا ويكمل بنفس الشخصيه اللي ظهر بيها الموسم اللي فات. يعني السؤال هنا، هل معتمد جمال هيقدر يغير طريقة لعب الزمالك بالكامل عشان يتأقلم مع الظروف الجديدة ولا هيعمل إيه؟ وده اللي هنحاول نفهمه النهاردة، مش بالكلام الإنشائي ولا بالأخبار، لكن بالتحليل التكتيكي. بص بقى، قبل ما نتكلم عن معتمد جمال لازم الأول نتكلم عن حسام عبد المجيد، لأن في ناس كتيرة فاكرة إن الزمالك خسر مدافع وخلاص، لكن الحقيقة الزمالك خسر أساس المنظومة الدفاعية. حسام عبد المجيد الموسم اللي فات ما كانش مجرد قلب دفاع بيشيل كرات، ده كان أول واحد بيبدأ الهجمة، وكان أكتر مدافع بيريح الفريق تحت الضغط. لما الخصم كان بيضغط على الزمالك، معتمد جمال كان بيدي الحرية لحسام عبد المجيد إنه يطلع بالكرة بنفسه، وده كان بيكسر أول خط ضغط بسهولة. بدل ما الزمالك يلعب كور طويلة كل شوية، كان بيعدي أول موجة ضغط، وبعدها الفريق كله يطلع لقدام وهو مستحوذ على الكورة. وده فرق كبير جدا، لأن أول تمريرة في بناء اللعب هي اللي بتحدد شكل الهجمة كلها، ولو أول تمريرة طلعت غلط الفريق كله هيرجع يدافع من جديد. عشان كده رحيل حسام عبد المجيد مش معناه إن الزمالك خسر مدافع، لا، الزمالك خسر أول لاعب بيبدأ الهجمة، وأول لاعب كان بيكسر ضغط المنافس. وده هيجبر معتمد جمال إنه يعيد التفكير في طريقة بناء اللعب من أولها. طيب لما أهم مدافع عندك يمشي، المنطقي إنك تنزل السوق وتجيب واحد مكانه. لكن هنا بقى تظهر المشكلة الأكبر، الزمالك أصلا مش قادر يقيد لاعبين. يعني معتمد جمال مش بس فقد أهم مدافع، ده كمان ممنوع يعوضه. ودي نقطة تكتيكية خطيرة جدا، لأن المدرب لما بيخسر لاعب أساسي يبقى عنده حل من اتنين: يا إما يجيب بديل بنفس المواصفات، يا إما يغير طريقة اللعب عشان يغطي النقص. ومع أزمة القيد الحل الأول اختفى تماما، يبقى الحل الوحيد إن معتمد جمال يغير شكل الفريق. وده معناه إننا ممكن نشوف إن خط الدفاع واقف أعمق شوية، وإن الظهرين يطلعوا بحساب أكتر، وإن لاعب الارتجاز ينزل بين قلبين الدفاع وقت بناء اللعب، وإن الجناحين يبقوا مطالبين يرجعوا يدافعوا أكتر من الموسم اللي فات. يعني أزمة القيد مش معناها إن الزمالك مش هيجيب صفقاته بس، لا، دي أزمة هتفرض على معتمد جمال يغير فلسفته التكتيكية من أول الموسم، وده التحدي الحقيقي. بص بقى، لو أنا مكان معتمد جمال، أنا أول حاجة هفكر فيها إزاي أحمي خط الدفاع قبل ما أفكر في الهجوم. لأن الموسم اللي فات كان الزمالك يعتمد على حسام عبد المجيد إن هو يكسب واحد ضد واحد ويطلع بالكورة ويغطي ورا الظهير لو اتقدم. النهارده الضمان ده مش موجود، لأن المنظومة كلها لازم تساعد في الموضوع ده. وأنا شايف إن في ثلاث حلول تكتيكية ممكن نشوفها. الحل الأولاني إن لاعب الارتكاز يبقى هو اللي بينزل بين قلبين الدفاع وقت الاستحواذ، بدل ما قلبين الدفاع يفتحوا لوحدهم، ينزل الارتكاز في النص، ويبقى شكل الفريق وقت بناء اللعب ثلاث لعيبة في الخلف. وده هيقلل الضغط وهيدي حرية أكبر للظهرين إن هم يطلعوا. وكمان لو الكرة اتقطعت يبقى عندك ثلاث لعيبة جاهزين للتحول الدفاعي. الحل التاني إن معتمد جمال يقلل المسافات بين الخطوط، يعني بدل ما الدفاع يقف بعيد عن نص الملعب يبقى الفريق كله قريب من بعض، عشان لو المنافس كسر أول خط لاعب يبقى في لاعب تاني وتالت يغطوا بسرعة. وده هيخلي الزمالك يعتمد أكتر على الدفاع الجماعي مش على الدفاع الفردي. الحل التالت وده أنا شايفه أهم واحد، إن الضغط يبدأ من قدام، لأن أفضل طريقة تحمي بيها دفاعك إن الكرة أصلا ما توصلوش. يعني المهاجم والجناحين وصانع الألعاب كلهم لازم يضغطوا أول ما الفريق يخسر الكرة. كل متر هتكسبه في نص ملعب المنافس هيوفر على دفاعك مترين في منطقتك. وده ممكن ممكن يبقى التغيير الأكبر في شخصية الزمالك الموسم الجديد. طيب، لحد هنا احنا اتكلمنا عن الدفاع، لكن السؤال الأهم: هل معتمد جمال ممكن يضحي بالهجوم عشان يحافظ على الدفاع؟ أنا شايف إن الإجابة لأ، لأن أكبر ميزة كانت موجودة في الزمالك الموسم اللي فات إن الفريق كان بيعرف يتحول من الدفاع للهجوم بسرعة جدا. أول ما الكورة تتقطع تلاقي ثلاث أو أربع لعيبة بيتحركوا لقدام في نفس اللحظة، وده كان بيدي الزمالك أفضلية كبيرة في المرتدات. لكن الموسم الجديد أنا متوقع إن معتمد جمال هيقلل عدد اللعيبة اللي بتطلع مرة واحدة. يعني بدل ما يطلع الظهير والجناح ولاعب الوسط مع بعض، ممكن يطلع اتنين بس والتالت يفضل مأمن وراهم. وده هيخلي المرتدات أقل شراسة شوية، لكن في المقابل هيخلي الفريق أقل عرضة إنه يتضرب في ظهر الدفاع. وده بالمناسبة واحد من أصعب القرارات على أي مدرب ممكن ياخدها، لأنك طول الوقت بتوازن بين حاجتين: إنك تهاجم وفي نفس الوقت ما تسيبش مساحات وراك. ولو معتمد جمال عرف يلاقي التوازن دوت، هيبقى الزمالك هيقدر ينافس.
لأن لو مال ناحية الهجوم زيادة هيتعب دفاعيا، ولو مال ناحية الدفاع زيادة هيفقد خطورته قدام. وده التحدي الحقيقي اللي مستنيه من أول مباراة في الموسم. طيب دلوقتي تعالى نبص للموضوع من ناحية المنافسين. يعني لو أنا مدرب الفريق اللي هيلعب قدام الزمالك هضغط فين؟ الإجابة بالنسبة لي واضحة جدا، هضغط على قلب الدفاع. ليه؟ لأن الموسم اللي فات الضغط على حسام عبد المجيد كان صعب، كان بيعرف يلف بالكورة ويكسر أول لاعب ويطلع الفريق كله. لكن دلوقتي أي قلب دفاع جديد هيلعب المنافس هيختبره من أول دقيقة. يعني أول ربع ساعة في أي ماتش هتشوف المهاجم بيقف عليه، وصانع الألعاب يقفل عليه زاوية التمرير، والجناح يقفل على الظهير. يعني المنافس مستني لحظة معينة، وأول ما الكورة توصل لقلب الدفاع هيضغط بكل قوته. وده معناه إن معتمد جمال لازم يجهز حل قبل ما الموسم يبدأ، يا إما يبني اللعب من خلال لعب الارتكاز، يا إما يعتمد على الحارس إنه يشارك أكتر بالرجل. يا إما يطلب من الظهير يدخل العمق عشان يبقى فيه لاعب زيادة وقت الخروج بالكورة. لأن لو الزمالك معرفش يخرج من الضغط هيقضي نص الماتش بيدافع، وساعتها مش هتفرق مين بيلعب قدام، لأن الفريق أصلا مش هيعرف يوصل بالكورة للتلت الهجومي. وده في رأيي أول اختبار حقيقي لمعتمد جمال الموسم الجاي، مش أول ماتش لكن أول ضغط عالي هيقابله. طيب بعد كل الكلام ده السؤال اللي بيطرح نفسه، هو معتمد جمال لازم يغير طريقة لعبه؟ أنا شايف لأ، لكن لازم يغير تفاصيل جوه الطريقة. ودي نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها. في فرق بين إنك تغير الرسم وبين إنك تغير السلوك. يعني ممكن الزمالك يفضل يلعب 4-3-3 لكن الأدوار نفسها تختلف. مثلا الجناح البعيد عن الكورة ممكن يبقى مطالب يرجع أسرع، والظهير ممكن يختار توقيت طلوعه بدقة أكتر، ولاعب الوسط يبقى مسؤول عن تغطية المساحة اللي كانت مسؤولية حسام عبد المجيد قبل كده. يعني الرسم ثابت لكن التحركات هي اللي بتتغير. وده اللي بيفرق بين المدرب العادي والمدرب اللي بيعرف يتأقلم، لأنك مش كل موسم هيبقى عندك نفس اللعيبة، ومش كل موسم هتقدر تنزل السوق وتجيب البديل اللي انت عايزه. المدرب الشاطر هو اللي يعرف يطلع أفضل نسخة من المجموعة اللي معاه. وده بالظبط الاختبار الحقيقي لمعتمد جمال الموسم ده، مش إنه يكسب ماتش أو اتنين، لكن إنه يقنع الناس إن الزمالك لسه عنده شخصية حتى وهو ناقص أهم مدافع عنده، وممنوع من التعاقد مع بديل. طيب خليني أسألك سؤال، لو الزمالك قدر يعدي أول شهرين في الموسم من غير ما يخسر نقط كتير، إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا شايف إن ساعتها معتمد جمال هيكسب أهم حاجة أي مدرب بيتمناها، وهي الوقت. لأن الوقت هو اللي هيخلي المجموعة تحفظ أدوارها الجديدة، واللعيبة تبدأ تتعود على التحركات اللي اتكلمنا عنها من شوية. لكن لو البداية كانت سيئة هيبدأ الضغط من الإعلام ومن الجمهور ومن الإدارة، وساعتها أي فكرة تكتيكية محتاجة وقت علشان تنجح ممكن تتوقف قبل ما تبدأ أصلا. وده اللي بيخلي أول 5 أو 6 ماتشات في رأيي هم أهم من أي مرحلة تانية في الموسم، مش علشان النقط بس لكن علشان الثقة. لأن المدرب لما بيكسب بدري اللعيبة بتصدق أفكاره، لكن لما بيخسر بدري كل لاعب بيبدأ يرجع للحلول الفردية ويفقد التزامه بالخطة. وده أخطر حاجة ممكن تحصل لأي فريق بيمر بمرحلة إعادة بناء. يعني أول شهرين بالنسبة لمعتمد جمال مش مجرد بداية موسم، دول ممكن يحددوا شكل الموسم كله. طيب بعد كل اللي اتكلمنا فيه، أنا شايف إن الموسم ده هيكون أكبر اختبار تدريبي في مسيرة معتمد جمال، لأن الموسم اللي فات كان عنده فريق متوازن حتى لو كان في مشاكل، لكن لسه عنده عناصر يقدر يعتمد عليها في المواقف الصعبة. لكن الموسم الجديد الوضع مختلف. رحيل حسام عبد المجيد معناه إن أول خط دفاع اتكسر، وأزمة القيد معناها إنك مش هتعرف تجيب البديل اللي أنت عايزه. يعني المدرب هيشتغل بالإمكانيات الموجودة، وده بيبين الفرق بين المدرب اللي بيعتمد على أسماء والمدرب اللي بيعتمد على منظومة. لو معتمد جمال قدر يخلي الفريق يتحرك كوحدة واحدة ويضغط كوحدة واحدة ويبني اللعب بنفس الجودة، وده الناس هتقول إن نجاح الموسم اللي فات ما كانش صدفة. لكن لو المنظومة نفسها بدأت تقع وسيبنا مساحات وبقى كل لاعب بيشتغل لوحده، هتبقى المشاكل أكبر بكتير من مجرد غياب مدافع، لأن ساعتها هيبقى الزمالك فقد هويته التكتيكية، وده أخطر من خسارة أي لاعب. وفي النهاية أنا شايف إن استمرار معتمد جمال كان القرار الطبيعي، لأن الراجل أثبت الموسم اللي فات إنه يعرف يشتغل تحت ضغط. لكن إثبات نفسك مرة أسهل بكتير من إنك تثبتها مرتين. الموسم الجديد هيكون أصعب، لأن المنافسين بقوا حافظين طريقة لعب الزمالك، والفريق خسر أهم مدافع فيه، وأزمة القيد لسه مستمرة. يعني معتمد جمال داخل الموسم وهو مطلوب منه يحافظ على نفس المستوى لكن بإمكانيات أقل. وده التحدي الحقيقي، مش هيكسب الدوري ولا لأ، لكن هل هيخلي الزمالك يفضل فريق منظم تكتيكيا، ولا هتجبره الظروف يغير كل حاجة.
أنا عن نفسي شايف إن أول شهرين في الموسم هما اللي هيحددوا الإجابة، ولو معتمد جمال عرف يعدي الفترة دي بأقل خسائر ممكن جدا نشوف الزمالك منافس لغاية آخر الموسم. لكن لو البداية اهتزت المهمة هتبقى أصعب بكتير. دلوقتي الدور عليكم، لو أنت مكان معتمد جمال إيه أول حاجة هتغيرها في طريقة لعب الزمالك بعد رحيل حسام عبد المجيد؟ اكتب رأيك في التعليقات، خلينا نناقشها مع بعض. ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة عشان لسه عندنا تحليلات كتير الموسم ده. كلامنا النهاردة خلص، إنما الكلام على ملعب القهوة ما بيخلصش. سلام يا كباتن.